النهارده وتصريحات كابتن عبد الظاهر السقا. على الجانب الاخر طبعا نادي الزمالك، يعني اكيد كابتن اسامه نبيه واللاعبين فرحانين. في سعاده طبعا لجماهير نادي الزمالك في اول ماتش بعد سلسله النتائج السيئه، انه يفوز نادي الزمالك في اول ماتش ليه مع اداره كابتن اسامه نبيه. اللي جاي بقى هو الفكره اللي جاي، التماسك ونقطه الانطلاق مره اخرى للمنافسه موجوده في ماتش زي ده، والثقه. امام عاشور حتى الان الاخبار بتقول ان ده اخر ماتش ليه، وان الراجل جاي له عقد خيالي. ممكن تكون بعض الاخبار قالت ان في مبلغ معين 3 مليون دولار، وفي اخبار اخرى ان العقد ممكن يكون اكتر من كده. عشان كده نادي الزمالك ممكن يفرط في اللاعب، في ظل ان ممكن نادي الزمالك ما جابش صفقات تعوض امام عاشور. لو مش امام احد الركائز الاساسيه في التوقيت الحالي بالنسبه للزمالك، مفيش شك. لعيب هايل، لعيب محوري، ممكن يلعب في اي مكان، جوكر في اي مكان تلاقي امام عاشور. سريع، بيشوط برجليه الاثنين، امكانيات صراحه عشان نبقى متفقين. لكن فكره كمان ان هو يروح نادي دنماركي هي بدايه تكون حلوه ليه في اوروبا. ده لو كمل في اوروبا، ده لو كمل في اوروبا، او التفكير ان هو يكمل في اوروبا، لان هي فرصه لامام عاشور لو سافر انه ياخد نفس المشوار اللي اخده محمد زيدان اللي ابتدى في هذا النادي، او اللي اخده محمد صلاح اللي ابتدى في بازل السويسري كنادي من الانديه اللي بيبقى محطه ثم الانطلاقه الى اوروبا. وبالتالي هنشوف الايام القادمه بالنسبه لامام عاشور لو العقد ده فعلا خلاص بقى رسمي لنادي الزمالك، والكلام كان ان ده اخر مباراه ليه في الدوري المصري. ده بالنسبه لي